أيها الإخوة الأعزاء، لقد طوقتم عنقي بتوكيلكم لي لتمثيل هذا الشعب العظيم والثورة في منصب خدمة الوطن، والذي أفخر وأسعد بأن سميه منصب خدمة الوطن أن أكون موظفا عاما عند الشعب المصري بدرجة رئيس جمهورية، محققا لأهداف هذا الشعب وطموحاته، ومقاتلا شرسا إن شاء الله عن حقوق هذا الشعب. أيها الإخوة الأعزاء الكرام، إنني أنظر على مد بصري وعبر البصيرة ل10 سنوات في المستقبل لأضع حلمي هناك أمانة وعهدا أن تكون مصر في خلال 10 سنوات من أقوى 20 دولة من دول العالم. إلغاء المحاكمات العسكرية وإعادة محاكمة كل مدني تمت محاكمته أمام أي محكمة عسكرية أو استثنائية. أيضا أيها الإخوة الأعزاء، أيها الإخوة الأعزاء أيها الإخوة الأعزاء أيها الإخوة الأعزاء النقطة اللي بعد كده في التزامي أمام أهلي وناسي الذي أنا في خدمتهم هو أن يكون الجيش المصري، وجيشنا المصري معروف أنه جيش مهني وطني نعتز به، سيكون إن شاء الله أقوى جيش في هذه المنطقة. إن الدول التي تريد أن تبني نهضة، إن الدول التي تريد أن تبني صرحا للتقدم لا يمكن تفعل ذلك إلا في وجود جيش قوي. الدول التي تملك جيوشا قوية، جيوشا وطنية قوية، وجيشنا المصري من نوعية هذه الجيوش، هي التي تستطيع أن تحمي نهضتها وتستطيع أن تحمي حدودها. إن الأعداء لا يعتدون على من يملك جيشا قويا، بل يعتدون على من عنده جيش ضعيف. سيزيد عدد الجيش المصري حتى يكون عدده في المعدل الذي يحمي مصر بالفعل. سيتم تعدد تسليح الجيش المصري، لا يمكن أن يعتمد تسليح الجيش المصري على التسليح الأمريكي فقط، بل يجب أن تتعدد مصادر السلاح. أيها الإخوة الأعزاء، ليس فقط تعدد مصادر التسليح للجيش المصري، هذا خطوة أو هذه فترة مؤقتة لحين أن نعيد للهيئة العربية للتصنيع عافيتها وقوتها، حتى نعتمد على تسليح جيشنا العظيم، على إنتاج وتصنيع العقول المصرية التي نعتز بها ونثق أنها قادرة على تطوير السلاح المصري، حتى لا نمد أيدينا لسلاح من الخارج. فالوطن الذي لا يملك غذاءه لا يملك حريته ولا كرامته، والوطن الذي لا يملك سلاحه لا يملك أمنه ولا استقراره. ينعم أهلها
بالعدالة والكرامة في الداخل، وتكون دولة ذات تأثير كبير في الخارج. هذا الحلم يراه بعضهم بعيدا ونراه قريبا رغم كل الصعاب التي تقف امامنا. 10 سنوات من العمل الجاد والحكم الديمقراطي الرشيد والحرية المسؤولة والعدالة المتحققة ان شاء الله تنقل مصر من الحضيض الذي نزل بها اليها عصابة كانت تحكمها وليس نظام حكم، فترفع مصر لتكون دولة قوية فتية، أن تكون مصر من أقوى 20 دولة في العالم خلال 10 سنوات. أعلم أن هذه المدة تتجاوز مدة الرئاسة، لكن أحلام الأوطان ملك لكل أهلها وليست ملكا لرئيس أو زعيم. إنني أسعى للسير في طريق تحقيق هذا الحلم وتوفير السبل المناسبة لجعله حقيقة وتنفيذ المشروعات التي تساهم في تحقيقه، مرتكزا على مبادئ الشرائع الإسلامية التي نؤمن بها، والذي نفهمه بأن كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من شريعة الله أبدا وإن أدخلت فيه بالتأويل. أيها الإخوة والأحباب، إننا نحمل على أكتافنا أمانة هائلة وتركة مثقلة ودماء زكية سالت في أعظم ثورات العالم، وأرواحا طاهرة فاضت في تجرد وفداء من أجل غد يجد فيه المصري كرامته مع قوت يومه، ومعرفته مع صحته وسلامته، وعدله ومساواته مع حريته وأمنه، والأمانات تؤدى بحقها، وهو أن نعمل جماعة لا فرادى. فقد مضى زمن الرئيس الملهم والزعيم الأهم. من فضل الله علينا أن ثورتنا حطمت الرئيس الصنم لتأتي بالرئيس من بين الناس وليس بخيرهم. فإن أحسن هذا الرئيس أعانه شعبه، وإن أساء قومه شعبه. الشعوب التي خرجت وصارت لن تعود أبدا حتى يحكمها نظام وطني مستقل بالفعل. هذه المشاركة في الحكم والإدارة والتخطيط هي عهدنا وسبيلنا، وهذا وفريق عملنا، خبراء ومتخصصون يعملون في تكوين مؤسسة الرئاسة تضم العقول والقدرات والعلماء والكفاءات، كل يحمل ملف اهتمامه ومسؤول عن تحقيق مشروعه، والرئيس ينظم كل هذا ويدفعه ويفتح الطريق امام تحقيقه على الارض من خلال جهاز الدولة الكفء الفاعل، وفي اطار من الشفافية والوضوح والتدفق الصريح للمعلومات عن الاوضاع والمشروعات وعن القائمين عليها وما يتم فيها وما ينجز. فكلنا شركاء في الحلم أيها الإخوة، شركاء في التخطيط، شركاء في الرقابة والمحاسبة، شركاء في المصلحة وجني الثمار. نعمل معا بسياسة ثورية الإرادة وعلمية الإدارة. أيها الإخوة الأعزاء، إننا ننطلق نحو تحقيق حلمنا لمصر القوية من 4 مرتكزات أساسية. أولا، إرادة وطنية مستقلة ترتكز على مشروع تحرري واستقلال القرار وإقامة نظام ديمقراطي حر وبناء نهضة وطنية وتنمية مستدامة واستعادة للدور المصري الفعال. ثانيا، مفهوم جديد لعلاقة الدولة بالمواطن تكون فيه السيادة الحقيقية للشعب، ويكون السيد الوحيد في هذا الوطن هو الشعب المصري، فلا سيد أول ولا سيدة أولى. السيد الوحيد هو الشعب المصري فقط.
وبغض النظر عن المعتقد او الجنس او اللون او الطبقة، الناس سواسية امام القانون ومن حيث التكافؤ الفرص. ثالثا، يرتكز برنامجنا على نسق اقتصادي مبني على التنمية الإنسانية، هدفه الإنسان لا المؤشرات الصماء، واقتصاد وطني مستقل لا يخضع لإملاءات دولية ولا احتكارات داخلية، ويحقق العدالة الاجتماعية. رابعا، استعادة القيم الأخلاقية والاجتماعية والتأكيد على الوحدة الوطنية التي لن تقوم بغير عدل ومساواة بين مسيحي ومسلم، امرأة ورجل، نوبي وسيناوي، صعيدي وقاهري. أنا كنت عائد أمس من زيارة لجنوب الصعيد، ووجدت قد ايه الفقر والبؤس يضرب بأطنابه في أعماق الصعيد بسبب الإهمال اللي مارسته النظم السابقة. النظم السابقة مارست قدر من الإهمال لأهل الصعيد اللي هم أهلنا. أنا كنت بصبر، أهلا يا فندم، الحمد لله على السلامة، إخواني الصعايدة، بقول لهم انتوا عارفين النظام السابق أهملكوا ليه؟ لأن الصعايدة معروفين أنهم رجال إباء وشمم وكرامة ومروءة وحرية. قلت لهم النظام السابق ما كانش بيحب النوعية دي من البشر، ولأنكم الصعايدة أكثر تمسكا بهذه القيم، ليس أنتم فقط بل كذلك بقية أبناء مصر، إلا أن هذه الصفات أبرز ما تظهر فيكم أيها الصعيد. فلذلك أحاطكم النظام بالإهمال، سواء في الموازنة سواء في مشاريع التنمية، رغم أن الصعيد غني ويمكن إسراؤه لمجرد ربط الوادي بالبحر الأحمر، لمجرد حسن استثمار الظهير الصحراوي لمدن الصعيد، مجرد عمل بنية أساسية في 4 مليون في الصحراء الغربية وتوصيلهم بالصعيد وتملكهم للشباب الغلبان اللي بيعدي البحر الأبيض ويغرق في مراكب مخرومة. اديله صك ملكية ل5 أو 10 فدادين، بدال الشاب ما بيروح ينتحر من أجل أن يبحث على لقمة العيش الحلال، يقدر يقعد على الأرض دي ويعمرها. لما نعمل لهم جمعيات ونساعدهم بنعمل لهم بنية أساسية على هذه الأرض، ونوصل لهم الخدمات ونوصل لهم المشروعات، وده كله ممكن يتم، لكن إذا قام نظام وطني مستقل. أيها الإخوة الأعزاء، لا يمكن أن تكون الثورة المصرية كان من تقدموا لها وضحوا بأرواحهم ودمائهم من شباب هذه الأمة الذي نفخر ونعتز بهم، وكنا جميعا شركاء معهم، ويكون برنامجنا القادم خالي من تمكين الشباب. فأنا أعدكم أن يكون نائب رئيس الجمهورية شابا من شباب مصر لا تزيد سنه عن 45 عاما. وأعدكم أيها الإخوة أن يكون 50% من المناصب العليا في إدارة الدولة من هذه النوعية الوطنية من شباب هذه الأمة. أيضا أيها الإخوة، عانينا من المركزية القاتلة في النظم السابقة، نريد أن نتحرر من المركزية ويكون أداء المركزية فقط في التخطيط، ونطلق حق المحافظين بانتخابهم في إدارة شؤون محافظاتهم مع مجالس شعبية منتخبة. وما دام يتم انتخاب المحافظين والعمد والمشايخ، فنحن كلنا ثقة في اختيار شعوب المحافظات لمحافظيهم. ايضا ايها الاخوة الاعزاء، نلتزم بان يكون هناك حد ادنى واعلى للاجور، نقدره الان بحوالي 1200 جنيه، ويكون الحد الاعلى من 20 ل 30 ضعف لهذا الحد الادنى.
لكننا لا نلتزم فقط بحد أدنى للأجور، لأن هناك كما قلت 30% من نساء المجتمع معيلات. هناك شباب غير عامل أصلا يبحث عن فرص عمل. هناك رجال أحيلوا للمعاش بعد خدمة وطنهم 40 عاما. كل هذه الشرائح تحتاج لوضع قانون ضمان اجتماعي يوفر حد أدنى للدخول. حد أدنى للدخول. ايضا الفلاح المصري. مصر بلد الزراعة من 7000 عام. لم يكن مصر يمر بخاطره من 60 سنة ان ناكل نص عيشنا من قمح مستورد من الخارج، نتيجة ان اهمال الزراعة ونظم الري والدورة الزراعية وعدم التوسع في الرقعة الزراعية. كل هذا ايها الاخوة الاعزاء نهتم به في برنامجنا، ونأمل أن نقوم بعمل صندوق مخاطر للفلاحين يستطيع أن يعوضهم على قيمة المنتج الزراعي حينما ينخفض قيمته في السوق. دول كلها، انتوا عارفين حضراتكم ان جنطار القطن السنة دي كلف الفلاح 1200 جنيه. كانت مصانع الحلج بتاخده منه ب 800 جنيه. الدول اللي بتحافظ على الزراعة، ومفيش دولة ممكن تبقى كريمة وحرة من غير ما تحافظ على غذائها وزراعتها، بتدعم الفلاح. حينما ينخفض سعر المنتج الزراعي في السوق بتاخده منه بسعر التكلفة زائد هامش ربح، ولا الفلاح مش هيزرع تاني، وبذلك يتعرض الوطن لبعض مخاطره.